بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع ومن الضلالة ومن النار. أما بعد، إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الساقي إن شاء الله الدرس رقم 34 من دروس السيرة النبوية الشريفة، يعني في حياة محمد صلى الله عليه وسلم. الدرس بوساقي إن شاء الله أنولي الهجرة، ما نسميه الهجرة، الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، يعني بيقال إلى الطائف، نسميه إلى الطائف، أي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني المحن قعدنا في النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وفاة ميموث عميس أبو طالب ثم ثمطوثس خديجة رضي الله تعالى عنها، ورفض قريش دعوينس. الرسول صلى الله عليه وسلم كيدنا النادي الدرس الماضي يخمم وقي ماشي ذي الوحي باش نزار ماشي ذي الوحي يدي نزلن فلاس السنين إلى قصر حر أمكانجي مقارن طائف نتسيفكر ولا هذه يروح مكان النظام أمكانجي مقارن الطائف. القبيلة القبيلة زدان دينا قال ثقيف ثقيفة ذي القبيلة زدان ذي الطائف. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يفغ الطائفة في شهر شوال. الند ما تفهم أن خديجة تموت في رمضان إذا كنا يعني لم تخني الذاكرة، أم بعد شد يسن شوال، يعني زمان دينا الشهر أقل. يفغ النبي صلى الله عليه وسلم يفاد يروح مكان النظام أذي في الدل قال شوية مكة قريش لم تستجيب، يعني شوية كان يدي يستجب 10 سنوات 10 سنوات، يعني العدد نسن عشرات 40 50 ربما. فاش النبي صلى الله عليه وسلم ينادى ضحى يمكن خاصة اضطهاد يرنا في النبي صلى الله عليه وسلم، يرنا الجهد كثر، خاصة بعد وفاة عمه أبو طالب. إذن العلماء قارن، إذن خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف في السنة العاشرة، مازالنا ذي قسوس وس 10 من البعثة، مازال بضرة وس 11، أقلنا تقريبا الأواخر السنة العاشرة من البعثة. أما الشهر فهو شهر شوال. النبي صلى الله عليه وسلم ويفي غير وحدس يفغ أقذ مولاه زيد بن حارثة. زيد بن حارثة يجي زيد اللي توسم يسعى السم قال زيد ابن محمد، غاد في اللاس ذي الدروس قعدان إلا نمدن قرناس زيد ابن محمد ميس محمد صلى الله عليه وسلم، فتبناه الرسول صلى الله عليه وسلم. ألم يغل شغل ذميس، ألم إدي نزل ربي عز وجل ادعوهم لآبائهم كل يوم ذي ويس من فافاس. الرسول صلى الله عليه وسلم أن بعد يفدس زيدكي إنيس كتشي زيد بن حارثة سقوسكي ويجوزانا أكسمان مدن زيد بن محمد. المهم فيها السمانة كنا على كل حال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رباه ذي المولى ينس إلا خديجة رضي الله تعالى عنها زيك تاغن العيب هذا مثل الزرام ذي مشطاحي وكنا خدمين قخام ذي خدامين إلى غير ذلك. خديجة في كيس يا رسول صلى الله عليه وسلم كي يخدمه ذي الخادم وهو مولى الرسول صلى الله عليه وسلم. يفوق زيد بن حارثة يكفى النبي صلى الله عليه وسلم. أم كان جاي يسد الدون مكة شوية أتصبض، ربما ذي الدروس الندى سليغ ربما يعني خطأ وجي وكذا صبض خطر الطائف تسد سودا مكة المكرمة في يعني جنوب ثلاث شوية الجهة الشرقية حوالي يعني بالميل زعما ذي الكتب حسب الميل كيما اون انجلي يعني وهو 1.8 كيلومتر هكذا يعني 50 ميلا
الميل كي تفطك يطاس تكتافين نكوني ذاكين حتسبس الكيلومتر اما وقد يعني يقارن صلونغ كي اتفص الميل كي نعم ميل 25 ميل يعني واحد ميل 1.8 كيلومتر. شحال يدنا العلماء لن 60 ميلا إقلن و60 ميل حوالي 100 كيلومتر اونفيرون 100 كيلومتر إقلن قال مكة وقد الطائف قال مكة وقد الطائف لن واحد اونفيرون 100 كيلومتر إقلن. العلماء قارند النبي صلى الله عليه وسلم آذي يروح الطائفة كي نغي يروح الطائفة كي مشيا على الأقدام صغارا فضار 100 كيلومتر فكي بريسيزا العدد دقيق باش تولد يعني المعاناة للنبي صلى الله عليه وسلم 100 كيلومتر مشيا على الأقدام ذهابا وإيابا لالي إلي روتور باسكو يوالد بعد نولي يوالد الي إي روتور 100 كيلومتر مشيا على الأقدام وقد زيد بن حارثة. إذن وكان كما قال العلماء كلما مر على قبيلة كل ما يعدي خاطر دي 100 كيلومتر هاكي عشرات القبائل قلان 100 كيلومتر هاكي أتصن القبائل قلان في فريد سواء في اليمين نا في الشمال في الظلمة نا في يفوس يعني لا القبائل كل ما يوضع أريوث القبيلة النبي صلى الله عليه وسلم يدعوها إلى الإسلام. لكن لن كاين يعني حوالي 100 قبيلة طاس عشرات القبائل توت أمريكا الله يعني في هذا الطريق إلى الطائف 100 كيلومتر النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الطريق كلما مر إلى بقرية مثل العلماء دعاهم الرسول إلى الإسلام إنيك ولم تجب ولا قبيلة واحدة ولد يوث القبيلة وتستجبى يعني رفضون الإسلام يرك القبائل نقلن آلمي بضر طائف إنيك فلما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف القبيلة يجي ثقيف الطائف إنيك يروح مباشرة إلى 3 إخوة 3 وثماثن نجي ذنوثني الزعماء ذنوثني الرؤساء نثقيف يروح أمدين اليتيت الرؤساء نثقيف القبيلة يجي 3 إخوة يجي أنوثن يون قانس عبد ياليل ويقانس مسعود وحبيب أبناء عمرو بن عامير الثقفي أنه من ثقيف سينجي 3 يجي ذات مثلا يروح الرسول صلى الله عليه وسلم يوكن أسني هضرة في الإسلام يوكن ديناتنا الدين يعني الدين يديوسن تجديد القرآن ينزل ربي في الليل الوحي وكلام الله عز وجل نكيني النبي أرسلت من قريش أسني هضرة في الدين أسني هضرة في العقيدة في الإيمان إنك يقيم النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إليهم يقيم فدعاهم إلى نصرة الإسلام إنك ميكفى يعرضاس عرض عليهم الإسلام إني سمزوارو قال أحدهم إنك هو يمرط ثياب الكعبة أن يمزقها إن كان الله أرسلك يعني ناس يعني هذا حد كساني اللي بس الكعبة ما إلا كشني رسول يعني الرفض التام يعني الرفض التام بأنه نبيا أو رسولا ويضي ناس أما وجد الله غيرك إني سيفا ربي فنيون يعني نظن تديش قاعد رسول يعني كشيني كان يقفال ولي ما عاناه النبي صلى الله عليه وسلم أشو كو سنان أشو سخدمان خاطر السنة نكوني أتصلون السنارة أتوالي ترى كذا كي نهضرنا في سيدنا المسيح عيسى عليه السلام شو يخدم كذا شو يخدم أنت كنت تقارن ضد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ونظر رسول على كل حال ونظر رسول صح ولكن لا يقارن بالنبي صلى الله عليه وسلم ما عناه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كل ما تفضل السيرة تفضل كثير من الأمور يعني آذت النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام سوال وثلاثة ناس والله لا أكلمك أبدا يقول ناس وهدراك ويذكشين إن كنت رسولا لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام يعني يسكشيني سي البلي غرون دونجي كشيني يعني ما إلا الرسول يعني خطر كبير للرسول صلى الله عليه وسلم
إنيس ولا إن كنت تكذب على الله ما مثلا تسجدي في ظف ربي يعني كشني ماشي الرسول تسجدي في ذاك قال دي ربي يفكيد القرآن كشي يدي فكا إنيس ما إلا كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك كذلك يعني ما إلا يعني أثن تسجد في ذا تسجدي في أثن ولا قراو كنهضر يدي خاطر تكذب سجدي في إنك النبي صلى الله عليه وسلم يكفن قام عنهم يكرد الرسول صلى الله عليه وسلم ويناس إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني إناس ما إلا تبغى ما تقيم مكاكي ولكن هو الضرمانة في اللي قريش بليك كذا كذا باش لا يتأذى أكثر هذا عشقنا القريش تقرفت 100 كيلومتر ماشي حاجة كبيرة هذا حسين ثاني يسد غورنا ثاني كذا إلى غير ذاك الناس فاكتموا والضرمانة يعني ويا النظام يكونوا كفريد كاين دوالا وانتهت القضية هناك يقيم النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف في قبيلة ثقيف مدة 10 أيام بوندون 10 جور يقيم في ثقيف بقي النبي صلى الله عليه وسلم 10 أيام إنك لا يدع أحدا من أشرافهم إلا جاءه وكلمه رغم ذلك ما زال يهدر كل سن يهدر ذويا ما عدا الزعماء أخطأ كذا أذى من الزعماء يقرأيك مؤمن خير كبير خطر ما يمن رئيسنا الملك الشعب يسهل هذه تبع الملك خاصة ما الناس وقيف الدين هذا من نوك أكيد ياخذ من دايول المسيحية وتنتشر هكاك دي الموندونتي تبنت إيطاليا الوقت أن الروم كانت قمة لا في حضارة تبنى نصرانيا بعد تفرضت في الدول كلها فأصبحت أوروبا كلها نصرانية أكيد تكشف المسيحية إلى أوروبا تبنت الدولة الرومانية من روما الدين إلى أرثورة داير الكنيسة الكاثوليكية في روما إذن الرئيس والزعيم الملك ما يطف الحاجة يزمر يعني يبروباجي بالقوة ولا بغير قوة المهم بالوسائل المهم ما فيش شيء النبي صلى الله عليه وسلم يروح الرؤساء الزعماء يكفدا من بعد يروح يهضروا دويرنيان إنك فلما أراد الخروج إنيس خطر من بعد مي ولا يعني يأس ولا ديون ومنار ويظن يعني من ثقف ولا شوين يومنا إنك فغادي يفا سي القرية قد يفا غادي يغال إنك فلما عزم الخروج روح شو سننا وكذا قلنا الناس ديجا فغ أوكسي نتني ديجا حوزن تنم يقع أنا صفة ديجا مي بدا يهدر كاكن قويض إني صفة أخرج من هذه القرية صفوان تدسي قرية طائف أو في من قرية ثقيف إنك رحنا السفهاء مدير مجانين رشي مشطاح بندوق الدرويش يركلي ناس كل ما يعدي وثمث إنك كان يقول قفريد سي الجهة أتينا قيم ناس وقيم مروي جميع كتب السيرة شغل متفق عليه قيم ناس الجهة اليمنى والجهة اليسرى إنك لأنك تدسي من كل جهة سيزرا سوا شو كيني وشو كثنتد سيزرا كل ما يعدي أثوثن وتدرقمن إنك رقمت وضرب إنك كانوا أغاروا عليه السفهاء فلما خرج تبعه هؤلاء السفهاء وهم يسبونه ويصيحون به لأن يعني يتسعيرا الترجيما إنك وجعلوا يعني مفرقة إلى فرقتين صفين وجعلوا يرمونهم كدنا بالحجارة وبكلمات من السفه ورجموا عراقيبه مدينة شيرينيس ظنيس وسراجي وسراجي حتى وقي جينيان يعني تفاند يعني سهل ما إلا يوسف دكاك هذا قد يجرح فاصل مو يعني خاطيت لي ظاهر زيكو توسنا يعني بساقي مليح الحذاقي توسنا الخفين كان فاش قيلن كاثن تدينا كان امي خلظني ذمن ذيك ظرنيس النبي صلى الله عليه وسلم وكذا كال خلظن يخلط كال يعني وكذا دم النبي صلى الله عليه وسلم إنك وكان زيد بن حارثة زيد قيد ان يدكو ذس انك لا يخدمك ياكل باش تحزن انك لم فجرنتك قرويس انك لم يستطع ان يحميه هو يحمي الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يكفى يعني فجرنت ملح ولم يستطع ان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الوصول يعني الحجاره الى الرسول صلى الله عليه وسلم انك فاصيب بشجاج شج يعني فجر في راسه إنك ولم يزل هؤلاء السفهاء كذلك حتى ألجأوه إلى حائط لم يفغ سي الطائف يعدى الرسول صلى الله عليه وسلم يفيون مدينة لكن الحائط زيك ذي البستان
الحائط فعمد إلى حائط أي إلى بستان ولا ينجر، لكن يلاقيس بعض من الأشجار من العنب، بعض كان الشجور بدر دينا يكشم هذا البستان لكي يعني يفر من هذا الضرب من هذا السفهاء. إنك حتى وصل إلى حائط لعتبة وشيبة بن أبي ربيعة وكذا ولا وكذا البستان إن عتبة وشيبة ابني ربيعة شفام ينهض فلاش عتبة يجي يروح أبو طالب إلى قرأته شمال الإسلام، شفام نهضت فلاس عتبة بن ربيعة يجي من زعماء عن قريش الحائط البستان ينس باش تشوف قريش يعني ساعات مام اون دور يعني مش كان فينا غرسن ما الحظوة ربما ذاك 90 ربما يعني كيلومتر من مكة اللي يسعد هناك يسعى الأشجار السناجين زعماء قريش يبقى البستان ينس إنك على 3 أميال من الطائف 3 أميال توالد دونك زانفيرون يعني هذا أظن واحد تقريبا 10 كيلومترات. المهم يعني يفغ شي الطائف يبدا أمكانجي ساعة يعني لاقيس بساتين أشجار كذا يكشف النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذه يستريح ذينا هذه يقيم شوية وأمكانجي النسين المشركين مقرانا من زعماء قريش وهم من أبناء ربيعة. إنك فلما التجأ إليه رجعوا عنه أي أغالا كل كثن أغالا مكنسن يعني إلى الطائف. والنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى شجرة وهي من شجرة الكرم شجرة العنب يقيم دون الشجرة شجرة بوظل. إنك فجلس تحت ظلها إلى جدار واطمأن ولا روح ندير كل فاطمأن يستراح الرسول صلى الله عليه وسلم دو من الشجرة يجيب بوظل. إنك ثم دعا بالدعاء المشهور الذي يدل كما يقول العلماء على امتلاء قلبه حزنا لما لقيه من الرفض والشدة والغلظة والأسف من هؤلاء أي من قبيلة طائف من ثقيف. إنك النبي صلى الله عليه وسلم إذا الدعاء سليت ربما عدة مرات الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ذي الدروس من الجمعة أنا الدروس كذا خطر الدعاء دعاء عظيم. الدعاء إنك مملوء يعني تشور داخل تذلل. قال دين العالم وهو الشيخ محمد رمضان البوطي في كتابه فقه السيرة يقرأ واجي قمة التذلل يعني التذلل لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشوق لاقى يعني الظلم غير كلي دعا به إلى أن يزيد في الاقتراب إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه والتذلل والعبودية الخشوع في العبادة والدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن رفع يديه ودعا وقال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي أي شكي يا ربي كيني ولد شكي يا ما إلا هتشكي إيمانك يا ربي والإمكان مليح هتشكي إيمانك يا ربي ماشي نايفاد يعني ها اشكي ماني ضعف قوتي أي شكي بليك ضعيف إذا ما يشتكي عن طريق يعني لا يفادني لا يشتكي من الناس بلك انت ضعيف يعني صحيح كل إنسان فهو ضعيف. إنيس اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي قلة يعني ما يسمى من محاولات الإقناع حتى يتحاول الرسول الذي أقنع ويحاول الذي يقنع قريش عميس المحاولات متعددة تقدر المحاولات يقول قال يا ربي رغم ذلك قلة حيلتي قيل يعني سارة يعني أطاس كنا يدرنوض يا رب وهواني على الناس هواني أصبحت هينا. الهوان الهين يصبح الرسول صلى الله عليه وسلم أثكثن سفهاء هين هو شيء من ضعف أما الضعف ضعيفا أمام أولئك الناس زعماء قريش وقدنا قبائل إنك هواني على الناس. ثم قال يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلوني أما يعني إيش قال يمكن وزري ربما ينغن ربما أعتدل في اللي كذا إلى من تكلوني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري يعني ما دينا أريون ممكن يفعل وزري غارة شوي تراجون ناريون عذاو وقاثني أي غلف يعني ذي الغيب بس قال يا ربي ثورة كني أدعو ولكن قليل القوين ضعيفة الحيلين والوسائل ضعيفة ثورة أشوي تراجون أرزاث هل ترى يعني أمور أجهلها أو يعني الناس أو أعدائك
يعني ملك أمري، يعني أي غلفن ذو فريد الدعوة يغلفن وتصور غير النتيجة وهي نشر الإسلام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إنيس أم إلى عدو ملكته أمري ثم سيني رسول صلى الله عليه وسلم إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. ما إلا أثر في ظرف لي معليش يعني الهوان وقلة الحيلة وكذا معليش، المهم أثر في ظرف لي. وقال لك العلماء القمة العبودية، خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم يتولي أنا العباد الناس، المهم أثر في ظرف لي، يعني يتولي شو خدمن العباد ويتولي شو زد خدمن شو ترقمن، يتولي فقط هل الله عز وجل رضي به أم لا. إناس إذن إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي. عافيتك هي أوسع لي. شنو سعر العافية؟ أسر الصدمة ديال العافية الرحمة أتنزل في لي. ثم قال أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك. يعني يدعو ربي وكانوا يديروا سيارة عرفون ربي عز وجل غضب الله عز وجل. خاطر الله عز وجل ما إلا يرفع في القوم يرفع في الجهة التسنير. أم هي يرفع في المشركين قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم الأقوام غير كل ربي سنهريثن ودقي منارة يرفع في لاسن. خاطر نوكين تفعن أوانيس انت خلقيتني نثني أعبذن يزرى أعبذن العباد أفاش تلاقي ربي عز وجل أسني في الفرصة ثم الفرصة ثم بعد ذلك النهاية النهاية الهلاك. وذلك ربي عز وجل يفكينا القرآن الكريم مقارن قصص الأنبياء باش نولي دائما ما إلا في الأخير توقيض تواضع أروفريدنا ربي عز وجل أديس الغضب نسير ربي وأديس الهلاك القومني. فاش الرسول صلى الله عليه وسلم ذاكي يدعو فاش تاقي أو يحل علي سخطك ثم ينيس لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. يعني الحول والقوة أما الدنيا يعني نكونوا سعوالو كلش تنقفوسنا ربي عز وجل لا قوة لنا ولا حول ولا شيء كل شيء بيد الله عز وجل. هو الدعاء العظيم الدعاء الذي قال العلماء فلاس بليك هو قمة التذلل الذي اتجه الرسول إلى الله ليدعو بهذا الدعاء العظيم. والدعاء الهيون حتى ولو كانوا في تحفظ هذه يحفظ العبارات هذه الدعوة سي الست هذه يدعون أولاد نتسي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. مي كفاية دعا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا نوالا انت خطني الذي بستان ابن أبي ربيعة ياقي عتبة ياقي وشيبة ياقي ولند يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذي الحالة نقل إلى غير ذلك إنيك فلما رآه ابن ربيعة ابن السن ربيعة تحركت له رحمهما الرحمة يعني وانسان شي رحمة وقي مشركين الدرجة الأولى وكذلك إذا عفلس النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الناس وكيك شمتنا شوية أنا رحمة أخاطر الرسول صلى الله عليه وسلم منهم صغور السن إني كاش خدمن فدعوا غلاما لنسعني ونخدمكني مش شطوح إلى عمر إلا ذا نصراني إلا يدين بالديانة النصرانية ما نف نصراني أما الدين ذا سميت الله قبلت تفلسف مليح قناص النصراني سميت تحرفوا قل لي قناص المسيحية باش نفهم فاش قلت كتابين تفضل نصرانيا يؤمن بالنبي يؤمن كذا إلى ذلك. إنك هذا الغلام كان يسمى عداس عداس كل يوم إمكانية تفضيل كتابين المهم ذاك مثلا عداس عندنا بالشدة عداس إنك يقال له عداس أخدم جنسا ناس أرواح ميديوسا إنك فكنزد عنقود أجازي باطل عنقود من العنب يون عنقود خاطر الند البساتيني اللي نقيس شجور العنب إني ناس روح في كس محمد صلى الله عليه وسلم نسويه أنت يزرارا وث عداسكي خذ قطفا من هذا العنب واذهب به إلى هذا الرجل إنه بنست فلما وضعه بين يديه يطفث الرسول صلى الله عليه وسلم
اجازي بواضي لا يطفيث فاش كي شي خامر نيكس كيما تبض اضيل يا في الحقيقه يعني تبع الدروس هناك ما تبض انا عدا ساقي اضيل نبي ماشي الوقت سواقيلا هناك وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يطفيث الرسول صلى الله عليه وسلم اضيلكي الا وقت زيد بن حارثه هناك فمد يده اليه إذا ما ديك السداكي باش هذه شويه يند بسم الله فقال بسم الله ثم أكل يتشا فلما سمع عداس أنت كان نصرانيا ذا نصراني الديانة المسيحية تابع عداسي إنك ميكسلا ولكن يسوى لكي وثن السنة هذه ثمور ثاقي ولا حد يسمع حتى يونو قرار بسم الله ولا بسم الله هاكي صار قيمة ولا من قبيلة الكماليس الناس ولاش وني يكسنن اشوف الكلامي الا قد نقال بسم الله دي كل حاجه اخشى مشطوح الا قد يتعلم بسم الله اذكر بسم الله اذي يرس بسم الله اذي يفغ بسم الله اذي يش بسم الله بسم الله هاكي لا دليل هكا قالت ربي ضم الدين وكش منار الديانه بسم الله الناس هذا كلام لا يعرف في هذا البلد الناس فمن اين انت إذا كشيني ماشي تمور ثاقي ماشي من قبيلة طائف أو ثقيف إنيس وما دينك عفوا دق يعني غلطة يعني لأن دق الرسول صلى الله عليه وسلم إسنان يا عداس إنيس عداس إنيس إن هذا كلام لا نعرف في هذه البلاد الرسول صلى الله عليه وسلم يسقسات فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعداس من أي البلاد أنت إنيس عداس أنسك كشيني فعداس إنيس كذلك وما دينك أشو تدينيني إنيس عداس أنا نصراني إنيس نكيني ذا نصراني نكي ذا مسيحي وإن كان ندب لك نصراني ذا الاسم الصحيح إنيس من أهل نينوى نينوى يجي ذا قرية وقبيلة إن لم تخني ذاكرة وإن سنشوية الدور الجغرافية ذا يدي أكد ثلاثة بالستين نورمالمون في فلسطين قالنا سون فرونسي ساعة يسم صامي ما تذكرش نسيت المهم ذكرها في كتب التوراة والإنجيل ثلا القبيلة يجي ذي التوراة أرثو لك يجي تصفض نينوى سان يعني تفدي لا تا سون فرونسي نو هذه قيم لو ان هذه قيم كان نينوى نينوى ربما كذا المهم القرية يجي ينتمي إليها عداس إنياس كذا نصراني من قبيلة نينوى أشو سن النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن أنت من قرية الرجل صالح يونس ابن متى إذن كشيني ستمورثني أندي ديش قاع ربي عز وجل سيدنا يونس قال جوناس على ما أظن جوناس على ما أظن جوناس إذن يونس كشيني من قبيلة الرجل الصالح النبي صالح يونس عليه السلام الذي التقمه الحوت ونيكش من البحر من بعد يعني ثحوثي وثني ثم قالت الله بالين كذا المهم يسكشني إذن من هذه القرية من قبيلة من بلاد الرجل الصالح الذي بعثه الله عز وجل وهو يونس عليه السلام فقال مثل مكفكي قال له إنيس عدس للنبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك ما يونس بن متى إنيس يمكن السنة شنو يونس بن متى إذا قلت السنة خطأ يونس بن متى قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذاك أخي وين ذهما ذي الدين ذهما ذي الدين دنيا وناس وين ذهما كان نبيا وأنا نبي إنيس انت النبي كذ النبي فقي السنة خطر يوحى إلي خطر بي نيد وينذ نبي أكيد السنة عدس إنك مباشرة فأكب عدس على رأسه رأس الرسول يقبله أي سذون أقرون الرسول صلى الله عليه وسلم إنك ثم يديه وذي رواية ثم رجليه والذي ضرنيس إنك في أي سذون يعني نصراني أي سذون فقرون الرسول صلى الله عليه وسلم أفي فسد ولا في ضرنيس الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى النصراني الصح ما تفضيون كريتيا إن أثنى الفريق كريتيا ذوين يسوذن أقرون الرسول صلى الله عليه وسلم إفسنس أقذي ضرنيس ذوا وقذ النصراني أحقاني أخطر يزرب لك
النبي واقي ذي النبي ذي الأنبياء يركلني إديش قاع ربي عز وجل كيف يثل. واش الفرق جالسا؟ إذن يفرح عداس يفرح مي ولا الرسول صلى الله عليه وسلم. من بعد متى تسوالين لان تسوالين تد ابن ربيعة سنن المشركين مقرانين أخطأوا كذا خدام الغرصن عداسا كذا خدام السن